ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ جاهز نبدأ العظمة بتاعت النهاردة؟ يلا بينا. النهاردة بنكمل حكاية بطلنا المتسوق موكودا والذئب بتاعه، وبنبدأ بمشهد لموكودا وهو لسه صاحي وبيبقى مبسوط وبيقرر يستغل اليوم علشان يدور على الأعشاب اللي المفروض يجمعها في مهمته الأولى تبع نقابة المغامرين، وبيبدأ يكون خطة عمل علشان يبدأ المهمة. وفي نفس الوقت بنلاقي فال صحي وبيبدأ يبرق لموكودا، ولكنه بيعمل نفسه مش واخد باله، ففال بيتعصب وبيبدأ يزعق وبيقول لموكودا ان اتفاقهم لازم يجي قبل اي مهمة. فموكودا بيضطر يهاوده وبيقول له انه هيطبخ له وجبته، هو شكله بتاع بطنه، ولكنه بيطلب من فال يروح يصطاد علشان اللحمة خلصت، وبيقول له انه هيدور على الاعشاب بتاعة المهمة وهو بيصطاد. وفال بيضطر يوافق وبيجهز نفسه لرحلة الصيد، ولكننا بنعرف انه بيبقى قلقان على موكودا علشان بيبقى حاسس بوجود وحوش تانية حواليهم في المنطقة. موكودا ده يا صاحبي ما تخافش عليه. وفي الاخر فال بيحط حاجز سحري حوالين موكودا علشان يحميه وهو بعيد عنه، وبيأكد تاني على أهمية الوجبات بالنسبة له. وموكودا بيبدأ يحس انه دبس نفسه مع كائن طماع وشره. بعد كده فال بينطلق في رحلة صيده، وموكودا بيبدأ البحث عن الأعشاب النادرة بتاعة المهمة. وفي الأول بنلاقيه مش عارف يميز الأعشاب من بعض، ولكنه لما بيفعل قدرته على التقييم كل عشبة بيبان اسمها وقيمتها جنبها، ومهمة موكودا بتبقى سهلة جدا عليه، وبيجمع أكتر من الكمية المطلوبة وبيخلص بدري. وكمان بيبدأ يحضر للغداء قبل ما فال يرجع، وبيفتح موقع التسوق وبيشتري لحمة مفرومة ولانشون، وبيقرر يطبخ معاهم مكرونة. ولما ريحة الأكل بتطلع فال بيرجع وبيبقى مصطاد طائر الصخر. فعلا ريحة الأكل بتجيب فال على عينه، وبيقول لموكودا انه قرر يصطاد الطائر ده علشان هو عجبه طريقة طبخ موكودا ليه المرة اللي فاتت، وبيقول له كمان انه اصطاد اكتر من وحش ولكنه ما قدرش يجيبهم كلهم معاه. فموكودا بيقول له انهم هيروحوا يجمعوهم بعد الاكل. بعد كده موكودا بيخلص طبخه وفال بيقلق علشان الاكل ما فيهوش لحمة طازة، ولكنه لما بيدوق المكرونة بينبهر بطعمها وبيفرح بالأكل. وموكودا بيبدأ يفكر في العالم بتاعه، وبنعرف انه ما يعرفش هيرجع له تاني ازاي. وفي اللحظة دي فال بيقول ان الأكل عجبه قوي بالرغم ان ما فيهوش لحمة كتير، وموكودا بيضحك عليه لما بيشوف الصلصة مغرقاه. بعد كده موكول وفال بيروحوا الغابة علشان يجمعوا اللي فال اصطاده، وموكودا بيتصدم من حجم الوحوش وكميتهم، ولما بيقيمهم بيخاف من اللي بيعرفوا عن كل كائن منهم. بس في الآخر بيضطر ينقلهم للبوابة بتاعته علشان يخزنهم، وبيسأل فال لو هو هيقدر ياكل كمية اللحمة دي، وفال بيقول له انه اكيد يقدر. وموكودا بيقول له انه عرف اسامي كل الكائنات ولكنه ما يعرفش اذا كان لحمهم مناسب للاكل ولا لا، هو فال عاتق. وفال بيطمنه ان اللحم بتاعهم مناسب للاكل. وبعد ما موكودا بيخلص تخزين بيقرر انه يروح للمدينة علشان يسلم الاعشاب النادرة، وفال بيعرض انه يوصله على ظهره. وموكودا بيفرح في الاول ولكنه بيندم لما فال بيبدأ يجري بسرعة ومش بيبطل يوقف مهما موكودا ترجاه. بعد كده الاتنين بيوصلوا المدينة، بس موكودا بيبقى مرهق جدا من الرحلة. بعد كده موكودا بيدخل نقابة المغامرين وبيسلم الأعشاب اللي لمها، وموظفة الاستقبال بتستغرب لما بتشوف الكمية اللي موكودا جمعها، شكلها موظفة استقبال من شركة اتصالات، وبتقول له ان ده انجاز بالنسبة لمغامر مبتدئ، وبتحاسبه على الأعشاب. ولما موكودا بيسألها لو في مكان يقدر يبيع فيه لحم وحوش زي وحش الأوريك، الموظفة بتستغرب، فموكودا بيقول لها ان فال هو اللي اصطادهم. والموظفة بتتحمس لما بتشوف فال، وبتقول لموكودا على مكان يقدر يبيع فيه الوحوش بتاعته. بعد كده موكودا بيروح للجزار وبيعرض عليه وحش الأوريك، وبيقول له انه عنده 5 وحوش تانيين من نفس النوع. فالجزار بيقلق علشان بيحس ان مش هيلاقي مكان يخزن فيه الوحوش دي كلها، وبياخد موكودا معاه المستودع بتاعه، وهناك بيسأله لو هو الراجل اللي طالع عليه الإشاعة، وموكودا بيسأله هي الإشاعة بتقول ايه بالظبط. فالجزار بيقول له ان الناس بتتكلم عنه علشان هو قدر يروض فال. فموكودا بيقرر يغير الموضوع بسرعة وبيطلع باقي الوحوش من البوابة بتاعته. بعد كده موكودا بيطلب من الجزار انه يسلخ الوحوش ويجمع قرونهم وفروهم وياخد نص حقهم لنفسه ويدي اللحمة ليها علشان يأكل فال. فالجزار بيوافق وبيقول له يجي تاني يوم، ولكن موكودا بيعترض وبيقول له انه هيحتاج جزء من اللحمة دلوقتي علشان يطبخ بيهم العشاء. فالجزار بيقول له انه هيديله حتة من الأوريك، وفال بيتفق معاه. بعد ما موكودا بيسيب الجزار يشتغل بيفضل يفكر هيعمل ايه في لحمة الأوريك وهيطبخ معاها ايه. بطاطس بالأوريك بتبقى تحفة، وفي الآخر بيقرر يشويها.
وبيقسم اللحمة لجزئين وبيستخدم بهارات مختلفة لكل جزء. وفال بتعجبه الريحة، ولما الأكل بيستوي فال بينبهر تاني بالطعم وبيمدح موكودا على مهارته في الطبخ. ولما بيجي الدور على موكودا إنه ياكل بيبقى مقروف من لحم الأورك في الأول، ولكنه في الآخر بيقرر يغمض عينه وياكل. وتاني يوم موكودا بيروح للجزار علشان يجمع اللحمة، وموكودا بيتصدم من الكمية اللي بتكون مستنياه، وبيتصدم أكتر لما بيلاقي الجزار بيديه 200 عملة ذهبية نصيبه من فلوس بيع فرو الوحوش. ولما الجزار بيشوف صدمة موكودا من الفلوس بيفهم إنه ما يعرفش قيمة الوحوش اللي فال اصطادهم، وبيبدأ يشرح له قيمة القرون والفرو وكل جزء من الوحوش دي. وبعد ما موكودا بيستوعب الموقف الجزار بيسأله لو فال حقيقي من فصيلة الفرينير ولا لأ، وموكودا مش بيفهم السؤال. فالجزار بيقول له إن في ناس شاكة إن فال عبارة عن ذئب فضي عادي، ولكن الجزار في الآخر بيقرر إن فال من الفرينير فعلا. بعد ما موكودا بيسيب الجزار بيبقى متضايق من موضوع الإشاعة، وبيقرر يسيب المدينة، وخاصة إن دلوقتي معاه فلوس كفاية ولحم كفاية وبطاقات نقابية. وفال مش بيبقى فارق معاه هما فين مادام موكودا بيطبخ له وجباته. ايوه، ما انت همك على بطنك يا فال. بعد كده موكودا وفال بيخيموا في مكان بره المدينة، وموكودا بيبقى مرهق من المشوار، وفال بيحاول يقنعه تاني انه يركبه بس موكودا بيرفض. وبيبدأ يحضر العشاء، وبيقرر يشتري لحمة من العالم بتاعه من موقع التسوق من أشهر المطاعم علشان يصبر فال لحد ما يجي ميعاد العشاء. وفال بينبهر بجودة اللحم وبيهجم على الأكل، وموكودا بيبدأ يحضر الوجبة الأساسية وبيعمل توفو مع اللحمة، وفال بيحب الأكل ده كمان. بعد كده الاتنين بيريحوا، وفال بيقرر فجأة إنه محتاج يجري ويصطاد، وبيسيب موكودا نايم وبينطلق. وتاني يوم الصبح موكودا بيصحى وبيلاقي حواليه جبل من الوحوش الميتة اللي فال بيكون اصطادها بالليل، وبيبقى مش عارف يتصرف ازاي، وبيقرر ان التوفو غلط على فال. بعد كده بيجي ميعاد الفطار، وموكودا بيشوي لحمة تاني ولكنه بيغير البهارات وبيضيف صلصة الصويا وزبدة الليمون. وفال بيعجبه الطعم الجديد، ولكنه بيقول له انه بيحب طعم طائر الصخرة اكتر وانه ناوي يصطاد عدد اكبر منهم. وبعد الاكل موكودا بيسأل فال لو هو بيستخدم السحر علشان يصطاد، وفال بيقول له ساعات وعلى حسب عدد الوحوش اللي بيواجههم، وبيقول له ان السحر بتاعه جاي من الريح. وبيبدأ يوري موكودا السحر بتاعه، وطبعا موكودا بينبهر وبيقول له ان اول مرة يشوف سحر في الحقيقة. ولكن فال بيفكروا بالحاجز السحري اللي عمله حواليه علشان يحميه من يومين. فموكودا بيسأله لو هو عنده قدرات سحرية، فموكودا بيقول له ان لو عنده طاقة المانا فهو عنده قدرات سحرية. فموكودا بيستخدم التقييم على نفسه وبيلاقي ان عنده فعلا طاقة المانا، وبيسأل فال هو ممكن يستخدم القدرات دي ازاي. ففال بيقول له انه ممكن يستخدمها في اللي هو عايزه. فموكودا بيحاول يكون كورة نار ولكنه بيفشل طبعا. ففال بيحاول يعلمه، بيقول له انه محتاج يحرك طاقة المانا جوه جسمه علشان يفعل السحر بتاعه، وبيخليه يحس بطاقة المانا جواه. وموكودا بيحسها فعلا، وبيصمم انه يتدرب لحد ما يقدر يخرج طاقة المانا من جواه. بعد كده موكودا بيعرف يكون كرة النار، ولكن مش بيعرف يحدفها على الهدف بتاعه ولا بيعرف يتحكم فيها. ففال بيقول له انه محتاج تركيز اكتر، وبيقرر ان موكودا محتاج يدرب قدراته وهو بيواجه وحوش. وموكودا طبعا بيرفض، ولكن فال بيصمم وبياخده على ظهره وبيجري بيه على قرية وحوش. وهناك فال بيقول له ينشن على واحد من الوحوش، بس موكودا بيتردد وبيخاف وبيقول له انه هيكون اسهل لو قدامه وحش واحد. ففال بيقرر يسرع الدنيا وبيعوي بصوت عالي وبيلفت انتباه الوحوش، وهم طبعا بيجروا عليه وبيطاردوا موكودا. وفال بيسيبه يتعامل معاهم لوحده، ولكنه بيفضل يراقب الوضع من بعيد، وبيقول لموكودا انه لازم يواجههم بدل ما يجري. وبعد كده فال بيمشي وبيروح يواجه اقوى وحش في القرية، وموكودا بيترعب اكتر لما بيلاقي نفسه لوحده وبيكمل جري. ولكن واحد من الوحوش بيحدف عليه فاس، فموكودا بيتخض وبيلف للوحوش وبيحدف كورة نار، وبيفرح بنفسه قوي لما بينجح وبيبدأ يحدف كورة نار ورا التانية. ولكن اول ما موكودا بيبدأ يثق في نفسه بيتكعبل في صخرة وبيقع على وشه، وواحد من الوحوش بيستغل الفرصة وبيهجم عليه بكل قوته بالسيف بتاعه. وموكودا بيداري عينيه وبيجهز نفسه للموت. ولكن اول ما الوحوش بيهجموا حاجز الحماية بتاع فال بيشتغل ومش بيحصل له حاجة، وموكودا بيتشجع وبيبدأ يحدف كور نارية على الوحوش. وفي الآخر مش بيفضل وحوش كتيرة، وموكودا بيكون كون كرة كبيرة نارية وبيقضي على باقي الوحوش كلهم. وبعد كده بيغمى عليه من كتر التعب ومش بيقدر يقاوم لما بيشوف مجموعة تانية من الوحوش جاي عليه.
وفي اللحظة دي فال بيظهر وبيدافع عنه وبيبعد باقي الوحوش. بعد كده موكودا بيفوق وفال بيسأله عن تجربته مع الوحوش في القرية، وموكودا بيتعصب عليها علشان كان خايف طول الوقت، لكن فال بيقول له انه منبهر بيه جدا علشان هو قدر يكون كور نارية كبيرة، وموكودا بيلومه انه عرضه للخطر، ولكن فال بيلومه على بطئه في الاستيعاب، وبيقول له ان مستوى قوته زاد من ساعة التدريب مع الوحوش، وموكودا بيفرح بالخبر ده، ولكنه بيتصدم لما فال بيوريه جثة وحش من وحوش القرية، ولكن فال بيقول له انه جاب له الوحوش دي هدية علشان هو بيحمل صخور سحرية، وبيقول لموكودا ان ممكن ياخد الصخور دي، وبعد كده بيطلب من موكودا انه يحضر له الاكل، وبيطلب توفو، ولكن موكودا بيرفض وبيقول له انه محروم من التوفو للابد، وفال بيضطر يوافق ولكنه بيصمم انه جعان. ولما بنرجع لموكودا بنلاقيه لسه تعبان من مواجهة الوحوش ومن طاقة المانا الجديدة عليه، وبيبقى مش قادر يقف يطبخ، وبيضطر يطلب وجبة جاهزة من المخبوزات لفال. وفي الأول فال بيعترض إن الوجبة ما فيهاش لحمة، ولكنه لما بيعرف إن موكودا تعبان ومش قادر يقف يطبخ بيضطر يوافق وياكل الوجبة الجاهزة، ولما بيدوقها أخيرا بيعجبه طعمها وبيطلب تاني، وموكودا بيسمع الكلام بس بيحذره من خطورة المخبوزات عليه، وبيقول له إنه جسمه ممكن ما يستجيبش كويس ليهم علشان هو حيوان آكل للحوم، بس فال بيقول له إنه ما بيتعبش أبدا علشان طاقة الرياح اللي اديتها له الساحرة نزيز بتحميه من الأمراض، وموكودا بيحقد عليه وبيتمنى إن هو كمان ما يتعبش. في نفس الوقت بنلاقي إن نرير بتسمعهم بيتكلموا وبتسمع أمنية موكودا وبتبتسم. وتاني يوم بنلاقي موكودا وفال وصلوا للمدينة الجديدة، والسكان هناك بيخافوا من فال وبيشتكوا للحراس، فموكودا بيوريهم بطاقة النقابة بتاعته وبيقول لهم إن فال التابع بتاعه، وكلهم بيستغربوا علشان موكودا متسجل كمغامر مبتدئ، ولكن فال يعتبر وحش قوي، ولكن موكودا بيقول لهم انه مجرد ذئب فضي وهم بيصدقوه، ولكن الحراس بيحذروه انه هيتعاقب لو فال عمل اي مشاكل، وان العقاب هيكون الموت او العبودية، وموكودا بيخاف من التحذير ده بس بيضطر يوافق. وفي المدينة السكان بيفضلوا يخافوا لما بيشوفوا فال، وموكودا بيقول له انه عايز يدور على خريطة للعالم ده في المدينة علشان يبطل توهان، وبيطلب من فال انه يفضل مستنيه في مكان بعيد، وبيطمنه انه هيرجع بالليل حتى لو ما لقاش الخريطة دي، وبيسيب له وجبة كبيرة علشان يصبره لحد ما يرجع. بعد كده موكودا بينطلق علشان يدور على الخريطة في محل كتب، ولكن مش بيلاقي أي خرايط، بس بيلاقي كتاب عن تعلم السحر، وبيتحمس وبيروح يشتريه، ولكن بيتصدم لما بيعرف إن سعره 7 عملات ذهبية، وبيتصدم أكتر لما بيعرف إنه غالي علشان هو مصنوع من الورق، وإن الورق غالي في العالم ده. ولما موكودا بيسأل صاحب المحل عن الخرايط، الراجل بيقول له ان الخرايط بتعتبر اسرار دولة ومش بتتباع في المحلات. بعد كده موكودا بيبقى محبط وبيبقى مش عارف يتصرف ازاي، ولكن فجأة بيقرر يروح المكتبة العالمة علشان يدور على الخرايط، وفعلا بيقضي باقي يومه هناك، ولكنه برضه مش بيلاقي حاجة وبيبدأ يتعصب. ولما الدنيا بتبدأ تليل موكودا بيضطر يرجع لفال زي ما وعده، ولما بيرجع بيلاقي فال مقموص وجعان، فموكودا بيصالحه وبيجيب له وجبات جاهزة من الموقع بتاعه، وفال بيفرح وبيبتدي ياكل، وموكودا بيتفرج عليه، وبعد كده بيقوم وبيحضر لنفسه رز، وفال المفجوع بيشبط في الرز وبيصمم يدوقه. وتاني يوم موكودا بيكمل تدويره على خريطة وبيوصل لحانة البلد، ولما بيدخل بيتعرف على مجموعة من المغامرين وبيعزمهم على حسابه، وبيسألهم عن الخرايط، وواحد منهم بيطلع الخريطة من جيبه وبيعرض بيعها لموكودا في مقابل عملة ذهبية واحدة، وموكودا بيوافق يشتريها. وبعد ما المغامرين اللي موكودا اشترى منهم الخريطة بيمشوا، باقي المغامرين اللي في الحانة بيبدأوا يضحكوا على موكودا، وبنعرف ان موكودا اتضحك عليه وان الخريطة دي بتتباع لكل المغامرين في مقابل عملة فضية واحدة، وموكودا بيحس بالغباء. بعد كده بنشوف موكودا وفال وهم في الغابة، وبنلاقي موكودا بيحكي له على اللي حصل له، وفال بيقول له ان الفلوس هتتعوض عادي، وبيقترح عليه ان هم يتوجهوا للشرق علشان يبقوا قريبين من المحيط، وبيقول له انه نفسه في وجبة سمك ووحوش بحرية، وموكودا بيقرر يسمع كلامه، والاتنين بيتجهوا للشرق. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكوش فيديوهاتنا. سلام.